السلام عليكم. أنا الشيف خلود الهندي، ودي قناتي. إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة أرجو تفعيل الجرس وتعملوا اشتراك للقناة. إذا حابين تعرفوا إيه هي الوصفة بتاعتي يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. معانا النهاردة وصفة سهلة وهي البوريك بالجبنة. طبعا احنا بنروح نشتريه من أي فرن، لا احنا هنعمله في البيت ومقادير بسيطة وبأقل تكلفة. شايفين هش ازاي؟ واهو تحفة جدا من جوه اهو، والجبنة فيه والفلفل بتاعنا. اذا كنتم حابين تعرفوا الوصفة يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. يلا بينا نعرف مقادير وصفتنا. معانا كيلو الا ربع من الدقيق، وعلبة من الزبادي، وربع كوباية من السمنة، ومعانا معلقة كبيرة صلصة، وحبة البركة، وباكو خميرة فورية، وعلبة من الزبادي. ومعانا طبعا للحشو جبنة، طبعا ممكن تحطي فيها زيتون وممكن تحطي فيها فلفل، طبعا دي جبنة شيدر صفرة. يلا بينا نبتدي بسم الله ونعرف وصفتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وسبسكرايب لقناة الشيف خلود الهندي. يلا نشوف وصفتنا مع بعض. في بولة حطينا الدقيق، هنحط المواد الجافة كلها مع بعض، وهحط عليه الخميرة وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هحط السمنة وهقلبها، وهخلي السمنة تتمزج كده مع الدقيق، هقلبها. وبعد كده هجيب الزبادي ومعلقة الصلصة، وبعد كده الزبادي والصلصة، وبعد كده الصلصة، وهخلي جنبي كوباية من المية. هقلب المكونات اخليها تتمزج مع بعض. هجيب كوباية من المية جنبي عشان خاطر اعجن بيها. اخلي جنبي من كوباية لكوبايتين، وهلم جميع المكونات كده. اخلي كل العجينة تكون تشرب من المكونات بتاعتي، وهحط المية عشان ابتدي اعجن بيها. احط حبة حبة، مش كل المية مرة واحدة كده. وهلم العجين كده بايديا لغاية لما احس ان العجين اتلم وما بقى خلاص كده ما عادش فيه اي دقيق موجود فيها. هفضل المها كده بايديا لغاية لما احس ان العجينة كده اتعجنت كويس. طبعا هحتاج شوية مية كمان. شايفين ده القوام المطلوب. جميع المكونات اول ما تتلم معايا طبعا هسيبها ترتاح من نص ساعة لساعة. لما نلاقي العجينة بتاعتي نفسها خمرت معايا كويس هنبتدي بقى نشكلها ونشوف هنعمل البوريك بتاعنا ازاي. وبعد ما العجينة خمرت معايا هبتدي ان انا اقطعها الكور قد الليمونة الكبيرة شوية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هبتدي ان انا اقطعها الكور بالحجم ده وهكورها. جميع الكمية هخلصها بنفس الطريقة، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. شايفين الكور الحجم المطلوب. هخلص جميع الكمية وهرصهم كده. وطبعا هجيب اي حاجة اغطي بيها الكمية بتاعتي عشان ما يشققش معايا العجين. وبعد ما شكلناها لكور قد الليمونة هنبتدي بقى نحط فيها الحشو بتاعنا. هنبتدي ناخد العجين بتاعي وهنفرده كده بالشكل ده، وهنجيب الحشو. طبعا عندي صينية مدهونة زبدة او زيت او سمنة اهي، فردناها كده بالشكل ده. هنجيب بقى من الحشو بتاعنا. حطيت الحشو وهبتدي كده اقفل بالراحة كده الطرف ده على الطرف ده بالشكل ده اهو. شايفين اقفل كويس واضغط كده بصوابعي عشان اتاكد ان هي اتقفلت معايا كويس جدا. تمام، واضغط عليها كده ضغطة بسيطة اهو.
طبعا احنا بنشتريه غالي جدا، لا احنا نعمله في البيت وهيكون احسن جدا وبكميات كبيرة وحاجة اوفر لينا ولعيالنا. شفتوا عجينة القطايف؟ لما بنيجي نقفل قطايف هنقفلها بنفس طريقة القطايف. حط الطرف على الطرف تمام بالشكل ده اهو. وبعد كده هاخد العجينة دي كده واضغط ضغطة بسيطة كده عليها اهي شبه عجينة القطايف، وهرصها في الصينية. وبعد ما خلصنا البوريك هنحط عليها حبة البركة وهنسيبها تختمر. إذا كانت وصفتي عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخي.